عندكم فرصة باكر والأحد الوراء بس إلى السنة الجاية بعد. عمل العلامة المجلسي رحمة الله عليه يذكره في البحار، المرحوم شيخ عباس القومي يذكره في مفاتيح الجنان. شيلوا بعينكم شوفوا الرواية. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر، كان ليلة الأحد مثل هالليلة، الآن ليلة الأحد يعني باكر يوم الأحد. أنا أقرأ لكم النص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الأحد عمل صلاة من صلاها قبلت توبته غفرت ذنوبه. عظيم الكلمات، كلمات الوحي، كلمات رسول الله لا ينطق عن الهوى. رضي عنه خصماؤه يوم القيامة. شنو معنى؟ اكو بعض الناس عمره قضاه، ناس حق الناس بذمته، مثلا ايام الطفوله ماكل شوي من هذا، بايق من هذا، شايل من هذا، ضارب هذا، زين، هاي مظالم العباد في ذمته. الله يوم القيامه هذول اللي يطلبوه كلهم يرضيهم، يقول انا انطيكم، اعفوا عني، يعفون عنك. شلون حلوه هاي؟ من آثار هذا العمل. رضي عنه خصماؤه يوم القيامة. مات على الإيمان، اللهم أمتنا على الإيمان. مات على الإيمان بعد، وما شك، نعم، وما شك وما سئل منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما طلب منه الدين، يعني إذا مديون يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرضي الدائنين. بعد ويفسح في قبره. هاي الكلمتين يفسح في قبره، هاي تحتاج إلى محاضرات. يعني قبر يصير مثل هذا المكان؟ لا، يصير روضة من رياض الجنة، أكبر من الدنيا وما فيها. في بحث هسه ممكن يجيكم آخر الموضوع. يفسح في قبره وينور فيه. الله الله الله، هذا العمل باكر. ويرضى عنه أبواه. أخاف واحد أبو ميت أم ميتة ما كانوا راضين من عنده، الليلة يرضيهم. ليش يرضيهم؟ لأن النبي يقول: ويغفر لأبويه. أنت لو تعمل عمل هالليلة، أبوك الآن نايم بالنجف، أبوك نايم كربلة تحت التراب صار له 50 سنة مو راضي عنك، الله يغفر لأبيك هالليلة، يغفر لأمك هالليلة. شلون عمل عظيم هذا، وعمل سهل سأقول لكم. يغفر لأبويه ولذريته. يا جماعة كلمات عظيمة هاي. منا إلى يوم القيامة من يطلع من نسلك ومن ذريتك الله يغفر لهم. شنو عمل هالليلة؟ ويغفر لأبويه ولذريته. بعد ويوسع في رزقه. الذي يريد رزق، هاي مو مهمة الدنيا. ويرفق به ملك الموت عند موته. صدقوني هاي كلمة ملك الموت عند موته يحتاج إلى محاضرات، وقت يريد. ويخرج الروح من جسده بيسر. مثل واحد نايم لحظ ينتهي، زين، بيسر وسهولة. شنو العمل؟ النبي قال: يوم الأحد من شهر ذي قعدة. باكر يوم الأحد من شهر ذي قعدة، بعد باقي أحد يعني. باكر يوم الأحد، والأحد الوراء أيضا يوم الأحد من شهر ذي قعدة. فرصة تمر بعد ما ترجع. هل أنت حي إلى شهر ذي قعدة الجاية بعد سنة؟ ما ندري. يا أحياء يا مؤمنين الله يطول أعماركم إن شاء الله، اعملوها، موجود في مفاتيح الجنان، شوفوا أعمال شهر ذي قعدة. العمل: تغتسل بكرة يوم الأحد، عندك مجال من طلوع الفجر إلى المغرب، تغتسل الرأس والركبة والجانب الإبل جانب الإبل بنية غسل يوم الأحد واحد. تتوضأ، تصلي 4 ركعات بنية صلاة يوم الأحد من شهر ذي قعدة. 4 ركعات، كل ركعتين مثل صلاة الصبح بالتشهد والسلام. كل ركعة بعد الحمد تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. حفظتوها إن شاء الله. 3 مرات قل هو الله أحد، مرة قل أعوذ برب الفلق، مرة قل أعوذ برب الناس. هذا هو 4 ركعات، كل ركعتين بالتشهد والسلام، كل ركعة بعد الحمد 3 قل هو الله والمعوذتين. خلصت ال4 ركعات على قعدتك،
70 مرة بأصابعك أو بمسواح تربة الحسين أفضل قول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 70 مرة استغفار، هذا حفظتوه. خلصت 70 مرة استغفار، مرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هالثواب العظيم. زين، إذا الله غفر لك شو يصير؟ ذاك اليوم 50,000 سنة بعد ما تمشي على النحاس الحار، إن لله ظلا في ظل الله، الله في عرش الله في ظل الله، ترتاح فرصة.